دخلت أوضة كمال وتتصدم لما لقيت دينا قاعدة جنبه وكان هو نايم وعمالة تمشي ايديها عليه. انتي بتعملي ايه هنا اصلا؟ اوعي كده من جنبه. انتي ايه، ما عندكيش دم ولا ايه؟ انتي اصلا ازاي تتكلمي معايا كده؟ وبعدين انتي مين اصلا علشان تكلميني بالشكل ده؟ لا فوقي لنفسك كده. وبعدين انتي وهو صحاب مش اكتر، يبقى ليه تتصرفي على انك حبيبته او مراته؟ وانتي مالك؟ انا مش فاهمه حقيقي انتي ازاي كده. انا مش قادره اصدق خالص البجاحه بالشكل ده، ومش قادره استوعب طريقتك. هو شايفك مجرد شغل وبس، ليه عايزاه يشوفك اكتر من كده؟ مهما عملتي مش هيحصل، اعرفي ده كويس قوي، وفوقي لنفسك كده احسن، لانك انت في الاصل عماله تقللي من نفسك. وراح كمال فتح عينه، ايه ده، هو في ايه هنا؟ مالك، هو حصل حاجه ولا ايه؟ وراحت دينا قعدت تعيط. شايف يا كمال، ده جزائي يعني، جيت اطمن عليك واديلك القميص، تقوم هي تطردني وتقولي اطلعي بره، وكأن البيت بيتها. يا كمال انت ازاي سايب واحده زي دي عندك؟ انا مش عارفه بجد يا كمال. اخرسي. اصلا ملك عمرها ما تعمل كده، ولو عملت حاجه زي دي يبقى انت اكيد عملتي حاجه لملك يا دينا، ولو ملك مش مرحبه بيكي انا كمان هكون مش مرحب بيكي. والله يا كمال ما قلت كده، انا دخلت عليها لقيتها قاعده جنبك في الاوضه وعماله تمشي ايديها عليك بكل قرف. مصدق من غير ما تحاولي تبرري يا ملك. وبعدين انا اصلا واثق فيكي قوي يا ملك وعارفك كويس. انا مش هسكت لك على الطريقه اللي بتتكلم بيها معايا دي، واديني قلت لك اهو يا كمال، اعتبر الشغل اللي بيني وبينك ملغي يا دينا، خلاص انا مش عايزه اشتغل معاك. لا والله، هو انت نسي الشرط الجزائي ولا ايه يا كمال؟ وبعدين كل ده علشان خاطر مين؟ علشان خاطر دي؟ ليه يعني دي؟ فدي كل حاجه عندي اصلا، وفي ده الشرط الجزائي. المهم ملك يا دينا. خلاص يا كمال، لا بلاش الامور توصل لكده، انا مستعده اعتذر لها، بس ما ينفعش شغلك يحصل فيه حاجه بسببي يا كمال. لا يا ملك خلاص، انا اصلا ما يشرفنيش اشتغل معاها، وبعدين مش فارق معايا شغلها. واعتذار ايه؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. لو سمحت يا دينا اطلعي بره وبلاش اشوف وشك مره تانية. تمام قوي يا كمال، بس عموما انت هتندم قوي، وساعتها هنتواجه وهتشوف دينا هتقدر تعمل ايه. انت ما تعرفش دينا كويس. بره. يلا، غير مرحب بيكي هنا، طالما مش بتعرفي تحترمي نفسك يا دينا. نزلت دينا وهي متعصبه قوي، ازاي اصلا تطلع لي هنا دي؟ انا مش هسكت. ونزل زي المجنون. استنى بس يا كمال، اهدى وقرب من الداده. هو كل من هب ودب يطلع لي اوضه نومي ولا ايه يا داده؟ هي ازاي اصلا تدخل هنا وتكون جنبي؟ هي صممت تطلع وتطمن عليك وتنزل على طول. قلت لها استني صحيه، طيب قالت لي لا هتشوفه وتمشي على طول، ومش مستاهله تصحيه. ما ينفعش الكلام ده يحصل مره تانية يا داده، انت فاهمه؟ ومش اي حد يدخل كده. انا اسفه يا ابني، ما كنتش اعرف ان هيحصل كده وكل ده. روحي دلوقتي يا داده شوفي اللي وراك. تمام يا بنتي. وقعدت ملك جنبه ومسكت في ايده. هي ملهاش ذنب، دينا هي اللي خبيثه يا كمال مش الداده، لان الداده طيبه قوي. اللي حصل بقى اتضايقت يا ملك، يعني تطلع اوضتي كده؟ انا ما بحبش حد يطلع اوضه نومي اصلا. بس انا طلعت فيها يا كمال، انت غير يا ملك، مفيش اي تشابه بينك وبينها اصلا. ازاي تشبهي نفسك بيها اصلا يا ملك؟ انت تقدري تدخلي اي مكان، حتى لو دخلتي جوايا متاح للدرجه دي يا كمال؟ وبعدين كده اشوف نفسي واتغرى على كل الكلام ده بقى؟ وماله يا ملك، حقك على الاخر، خدي راحتك يا لوكا. انت من حقك تعملي كل اللي نفسك فيه. وبعدين انت كنت فين يا هانم؟ انا كنت روحت شفت وجيت لك اهو يا كمال. رحت غيرت وخدت شاور زي ما انت شايف، وتسيبيني بقى كده؟ ما كنتش اتخيل منك كده. لا يا ملك اخسى عليك، ما انا جيت لك على طول اهو يا كمال. ودي محتاجه كلام؟ انا اصلا اقدر اسيبك وانت محتاج لي؟ لا بعد ايه يا هانم، ما هو خلاص سبتيني ومشيتي، وزعلان منك قوي. صالحيني يلا بسرعه. ازاي طيب؟ مش عارف. يلا معرفش بقى. وراحت بسيته من خده. ايه ده، ايه البوسه الاخويه دي؟ لا ما تنفعش خالص الصراحه. بس يا كمال احسن لك يا رخم، انت طلعت رخم وجريء، وما كنتش اتخيل انك كده خالص يا كمال. وقعدوا يضحكوا مع بعض. طيب ممكن بقى تروح تعتذر من الداده دي؟ طيبه قوي وبتحبك وبتخاف عليك قوي. طيب يا ملك. وراح دخل للداده. انا اسف على طريقتي معاكي، ما تزعليش مني يا ست الكل، ما كانش قصدي والله اكلمك بالشكل ده. لا يا كمال ولا يهمك، انا عارفه انك زعلت من وجودها، وبعدين ازعل منك ده ايه؟ هو في ام برضه تزعل من ابنها؟ اسلام يا ست الكل. طب يلا بقى عشان نتعشى كلنا مع بعض. من عينيا يا كمال، بس كده حالا كل حاجه هتكون جاهزه، ما تشيلش هم. وحضرت كل حاجه ودخلت ملك علشان تساعدها. تسلم ايديكي يا بنتي. وقعدوا كلهم ياكلوا مع بعض، وملك كانت عماله تاكل كريم، وكمال كان مبسوط من ملك. وفي شركه صقر دخل عليه مازن. انا خلصت شغلي يا استاذ صقر. ايه استاذ دي يا ابني؟ هو في بينا استاذ اصلا؟ عيب عليك يا مازن والله، احنا هنا في الشركه يعني استاذ، بره الشغل وادي صقر عادي يعني. لفتلك حالات صقر بس. ياض يا مازن حلو كده. المهم قولي ايه رايك في الشغل عندنا؟ لا جميل قوي الصراحه ومبسوط فيه. حقيقي شكرا ليك، انت انسان شهم قوي. انا ما عملتش حاجه، المهم تكون مرتاح هنا وده المهم يا مازن. وربنا معاك يا رب، عقبال ما نشوفك رجل اعمال كبير. يا رب يا صقر، يسمع منك ربنا ان شاء الله. ومفيش حاجه صعبه علينا، بايدينا نخليك كل الصعب سهل، احنا بس اللي بنصعب كل حاجه على نفسنا يا مازن. فعلا يا ساره عندك حق في كلامك. يلا خير ان شاء الله، يمكن فعلا اكون في يوم من الايام كده ان شاء الله، مفيش حاجه بعيده. يلا ربنا معاك وتعمل كل اللي نفسك فيه يا مازن، انت شاب طموح وجدع وابن حلال. يلا طالما خلصت تقدر تمشي. تمام ماشي، شكرا قوي ليك الصراحه يا صقر. وخرج مازن ركب عربيته وكان سرحان. ايه ده، فكر فيها ليه كده؟ غريبة الصراحة. ولقى نفسه راح بيسوق لحد عندها، وقف قدام البيت. لا كده الموضوع غريب وخطر الصراحة. وهي كانت زهقانة وراحت طلعت الفرندا،
وبصت قدامها. ايه ده، مش دي عربية مازن تقريبا؟ اه هي. خرجت وراحت جريت عليه. يا ترى انت اللي تايه المرة دي ومحتاج مني مساعدة مثلا؟ لا مش تايه يا لمدة، انا عارف طريقي كويس، بس جيت اطمن عليكي لا تكون انت اللي توهتي مرة تانية، او مثلا محتاجة مساعدة. لا محتاجة مساعدة ايه في البيت يا ترى؟ دي حجة مش كده؟ مش عارف جاي ليه ولا ايه؟ الصراحة طب بما اني جيت وكده تيجي اعزمك على سينابون وقهوة يا ميار. سينابون يعني ايه؟ ايه يا بنتي، في حد ما يعرفوش؟ وبعدين ده انت كنت مسافرة بره، اكيد يعني كان هناك برضه. ها؟ عرفته، اسمه متغير هناك. طب ها قولي لي بقى، قلتي ايه، موافقة ولا لا؟ يلا بسرعة علشان مفيش وقت يا ميار. خلاص ماشي يلا بينا، موافقة. اوعى تخطفني ولا حاجة، خاف على نفسي الصراحة. لا ما تخافيش قوي كده، ده انا اللي خاف على نفسي منك يا اختي، اصل انا حلو وصغير. ايه الثقة دي كلها؟ الثقة دي خطر عليك على فكرة، وبعدين تنفجر من كتر الثقة. لا والله ما تقلقيش عليا يا اختي، انا كويس اهو، لسه ما فرقعتش، لما فرقع هقول. خدها وخرجوا وراحوا قعدوا على مكان مع بعض. اتعشيتي؟ لسه من شوية يا مازن الحمد لله. ما تيجي نتعشى مع بعض ويبقى في بينا عيش وملح. لا والله كلت من شوية مع مي. اختك دي صح اللي قلت عليها؟ لا دي صاحبة اختي قاعدة معانا يعني وكده يا مازن، فاكلنا انا وهي. طيب يبقى خلينا سينابون وقهوة، وبكرة نتغدى مع بعض. هي قلت ايه؟ طيب ماشي يا مازن. دلوقتي بقى يبقى بينا سينابون وملح. ماشي يا ميار، وبكرة غدا وملح وتبقى فل. مش كانت عيش وملح مش كده تقريبا؟ بس خلاص بقى بقت موضة قديمة، احنا بتوع الجديد برضو، هو في احسن من الجديد يا ميار؟ ما اعرفش بقى لي كتير غايبة عن هنا يا مازن، بس هو الحمد لله رجعت ووحشني قوي الحرية. حرية يعني ايه؟ مش فاهم. هو في اكتر من الحرية اللي انت تكوني فيها وكنت بره مصر؟ ها؟ قصدي وحشني حرية في بلدي يعني يا مازن وكده، لان بلدي كانت وحشاني قوي قوي. فعلا مصر ليها كل الحب، الواحد يروح ويلف بس يلاقي نفسه بيجري عليه، طبعا لانها مصر يا سادة. وقعدوا يتكلموا مع بعض وكانوا مبسوطين وكلوا سوا. عجبك ولا لا؟ طمنيني. جميل قوي بجد، تسلم يا مازن، شكرا على العزومه الحلوه دي الصراحه. لا ولا شكرا ولا حاجه، عدي جمال بس يا ميار، اوعي تكوني نادله يعني وكده. وبعدين خدها وقاموا يتمشوا مع بعض، وهي كانت مبسوطه بالهوا اللي بيطير شعرها. حلو قوي الهوا اللي بيطير شعري ده، الهوا جميل قوي الصراحه يا ميار، ويرد الروح كده. بحب قوي الهوا ده. عندك حق يا مازن، الجو جميل خالص وحاجه جامده كده. وكانت بدات تبرد. بردت يا ميار ولا ايه؟ يعني شويه، بس اصلا بحب اكون حاسه ببرد، بحس ان انا مبسوطه. لا يا ميار بعدين كده تتعبي. وراح قلع الجاكيت بتاعه. انت قلعت الجاكيت ليه بس يا مازن؟ كده هتتعب، البس يلا. لا انا مش ساعين، البسي انت يا ميار احسن تتعبي، يلا بس اسمعي الكلام. وراح لبس ميار الجاكيت. صدقني انا كده متعوده على البرد والجو ده من اللي شفته يا مازن. يعني ايه؟ قصدي كانت البلد هناك على طول برد وكده، فتعودت على الجو ده، بس ده كان قصدي. لا برضه ما ينفعش، وبعدين الصراحه هو شكله حلو عليكي قوي، وشكلك جميل خالص فيه بجد يا مازن. وقعدوا يتمشوا مع بعض وكانوا مبسوطين قوي. بعد كده ركبوا العربيه ووصل ميار. شكرا الصراحه اتبسطت قوي من كل ده يا مازن، وكان يوم لذيذ وغيرت جو. المهم انك اتبسطتي يا ميار وشفت ده في عينك، خلاص المهم تكوني مبسوط. حقيقي شكرا، يلا خلي بالك من نفسك. بنت يا نادله، رقمك طيب؟ وفي الاخر بعد كل دوت مفيش رقم؟ لا مش متفقين على كده خالص. ايه ده، انت عايز رقم ليه بقى وتعمل بيه ايه ان شاء الله يا مازن؟ هوزعه على الشباب بس كده. يعني هعمل بيه ايه؟ هسجله علشان لما يجي انقذك واكون الرجل الاخضر ليك. بتهزر صح؟ ما هو طبيعي اكيد بهزر، وهي دي محتاجه كلام يا بنتي؟ انت اللي بتصدقي بسرعه، اعمل ايه؟ وراحت اديت له الرقم. الرقم بقى، عد الجمايل يا مازن، دي عمرها ما حصلت. خلاص عديت ربع واحده اهو يا اختي. لا والله بقى كده. طيب انت عايز ايه يعني؟ عايز تتضرب يا مازن مش كده؟ نعم علشان ايدك توحشك على كده بقى يا ميار. طب يلا خلي بالك من نفسك وربنا معاك يا مازن. حاضر، وانت كمان يلا ادخلي عشان اطمن انك دخلتي علشان امشي. حاضر. ودخلت واطمن عليها ان هي دخلت، وبعد كده ساق ورجع على البيت. وملك اطمنت على كمال ان هو نام، وراحت دخلت لكريم. ملك انت هتنامي جنبي؟ يا سلام، ده الكلام ولا بلاش. تعالي جنبي يا ملك. ايوه جيت علشان انام جنب كريم حبيب قلبي، عشان كيمو وحشني خالص خالص. انت كمان وحشاني قوي يا ملك الصراحه، وعايزك تكوني معانا هنا على طول لاني بحبك قوي يا ملك، وانا بموت فيك يا كريم يا حبيبي، وكده هو عشان اكون جنبك يا كوكي، علشان تعرف بحبك قد ايه. وراحت نامت جنبه. انت حنينه قوي. عارفه يا ملك، مامي عمرها ما كانت حنينه عليا كده، بالعكس كانت قاسيه قوي معايا يا روحي. وانا معاك اهو، هكون جنبك على طول، انت ابني حبيبي، انت متعرفش انا بحبك ازاي. وانا كمان يا ملك. وناموا في حضن بعض، وكمال قلق وراح قام. هي ملك فين؟ ودخل اوضه كريم ولقى ملك وكريم نايمين جنب بعض. حلوين قوي وانتوا مع بعض بالشكل ده، وكأن ام وابنها فعلا، مش واحدة غريبة. انت عوضتي كريم عن قسوة امه عليه، انت حقيقي مفيش منك يا ملك. وراح غطى ملك وكريم وقعد جنبهم وفضل باصص عليهم. مش قادرة اشيل عيني من عليكم انتوا الاتنين. ما كنتش متخيل يا ملك الصراحة انك هتكوني قريبة مني بالشكل ده، وان احنا نكون مع بعض كده. لو حد قال لي كده كنت عمري ما هصدق. حقيقي الدنيا دي صغيرة قوي وغريبة بالشكل ده. وراح كمان نام جنبهم. ونروح في القصر كانوا اغلبهم ناموا. وروح كانت نزلت تجيب مية من تحت، ولقيت الوجه السلاح عليها.